السلام عليكم، مرحبا بكم عند اختكم زاهيه ام يحيى. اليوم ان شاء الله راني حابه ندير لكم خبز مطلوع. كاين اللي يسميه خبز الدار وكاين اللي يسميه خبز الطاجين. نخدمو بالفارينه. واش يلزم لنا باش نخدمو هذا الخبز؟ عندي هنا 500 غرام فارينه، عندي الملح، وعندي مغرفه كبيره خميره الخبز ومغرفه كبيره سكر والماء باش نشمخوا العجينه تاعنا. نبداو في التحضير. نسيو اولا الفارينه تاعنا، ونرطل الفارينه يعني 500 غرام، ونوسيو مغرفه كبيره سكر ومغرفه كبيره خميره الخبز. نخلطهم مليح هكا. نديرو الملح ونشمخوا العجينه تاعنا هكذا بالطريقه. العجينه تاعنا ما نديروهاش ناشفه، عفوا نديروهاش ناشفه. العجينه تاعنا لازم تكون مشمخه مليح باش يخرج الخبز تاعنا خفيف. هذا الخبز ما يتنعجنش، الفارينه ما نعجنوهاش هكذا. نخلطوها هكذا، نخلطوها بيدينا. لازم تكون العجينه تلصق في يدينا هكذا، ما تجيش قاصحه. هكذا مخصوصه ما نزيدها ما. هكذا نخدموها بهذه الطريقه. هكذا نحطوها تخمر، نغطوها مليح هكذا، ونخلوها تخمر لمده 20 دقيقه في سخانه، وفي البروده تخمر لنا في مده 30 دقيقه. انا كنت وجدت عجينه من قبل بنفس المقادير بنفس الطريقه، هي خمرت لي مده 20 دقيقه سخانه، تخمر في مده 20 دقيقه. دوك نعاودوا الخبز تاعنا. دوك تشوفوا الطريقه كيفاش نخدموه. نوجدوا قدامنا هكذا الماء باش نعاودوا الخبز تاعنا. نوجدوا دقيق، هكذا دقيق في قصعه. نعاودوا بهذه الطريقه باش نخوي يدنا مليح، ونهبطوا الخميره. نهبطوا الخميره مليح باش يخرج الخبز تاعنا خفيف وشباب. نعاودو نشمخو يدنا باش ما يلصقش العجين في يدنا. نسيو هكذا هكذا. نديرو الدقيق باش ما يلصقلناش. ندير لكم هنا التدبيره. انا العجين تاعي الخبزه تاعي انا حنحطها هنا في هذه الصفيحه اللوحيه كونتر بلاكي، تتباع بالمترا. انا شريتها وقطعتها هكذا ونقيتها، نوسي بها الخبزه تاعي. واش خدمتها هذه؟ كي نحط فيها الخبزه تاعي كي نروح نوسيها طيب ما تطيحش الخميره تاعها. دوك تشوفوا كيفاش نخدم بها. نديرو هكا شويه دقيق
سميدرات بهذا. ندير الخبزه تاعي هذا، نحطها نوريكم واحده اخرى. تقدروا مثلا تعوضوا الخبز تاعكم خبز يابس وملحي، يخرج الخبز تاعو ثاني شباب وخفيف وهشيش. دوك تشوفوا ثاني كيفاش نخدم به هذا. نديرو هنا صحيفه هذا. نديرو هكذا باش ما تلصقناش العجينه تاعنا هذا. بعد ما ريح لهنا العجين تاعنا مده 5 دقائق باش نقدروا نهبطوه، نبداو نخدموا هكذا. نديروا له شويه دقيق هكذا سميدرات ونهبطوها هكذا. ساهله سهله دقيقه باش ما تلصقناش الخبزه تاعنا. نديروها على شكل دائري، نعدلوها مليح هكذا. وهذه اللي عاودتها بخبز يابس وملحي كيف نسيلها شويه هكذا ونهبطها. نغطوه نخليوه يخمر مدة 4 ساعات، ومع نشعلو الطاجين نخلوه يسخن مليح وتشوفوا كيفاش نطيبوه. بعد ما خمر الخبز تاعنا مدة 10 دقائق ولا 15 دقيقة ماشي كثر، ويكون الطاجين تاعنا سخن، نرميو الخبزات تاعنا هكذا بهذه الطريقة. هذه الصفيحه تعاون بزاف باش العجين تاعنا ما يطيحش، تخرج الخبزه تاعنا خفيفه. واللي ما عندهاش كونطخ بلاكي تواسي في صينيه مسطحه او صحن يكون كبير ومسطح تخدم به. كي تحمر الخبزه تاعنا من تحت نقلبوها هكذا نخلوها تحمر مليح. كي تكمل تحمر نوقفوها نحمروها من الجناب من النار، ومن بعد نشوفوها واجده. مرحبا بكم حبيباتي. هاو الخبز تاعنا بعد ما وجد، شوفوا كيش خفيف وهشيش. هذه الخبزه اللي عاودناها بالسميد رطب، وهذه الخبزه اللي عاودناها بالخبز يابس وملحي. شوفوا الداخل كيفاش شباب خفيف. بصحتكم حبيباتي، والى الملتقى ان شاء الله.